شنو هي الحاجة اللي عند المغاربة مقدسة وما يقدروش يعيشوا بلا بها؟ الخبز. اي نعم سيدي، الخبز اذا زولتيها للمغربي راه واقيلا الحياه ديالو غادي توقف، ما يقدرش يعيش بلا بها. كتجبر في الدار كنبغيو نسيبوا الماكله، كنسيبوا اي حاجه في الدار، اي نعمه ديال ربي كنسيبوها في الزبل. لا الخبز لا، الخبز ما تسيبهاش في الزبل، الخبز خليها بوحدها. ملي كنخرجوها للزنقه ما كنسيبوهاش في وسط الطر والزبل، كنخليوها بوحدها حتى هي وكنجمعوها بوحدها في واحد القنت. نقولوا حشومه النعمه د ربي تسيب في الزبل، ولكن اذا جيتي تشوف داكشي اللي فوق الزبل حتى هو النعمه ديال ربي. كنكونوا ماشيين وكنجبروا الخبز مسيبه في الارض، كنهزوها نزلوها في شي موطع يكون عالي او في شي موطع يكون بعيد على بنادم باش ما يخلفش عليها. يدعمك الله برتي الخبز خلف عليها. يقدروا المغاربه يعدلوا فيك شي جريمه ماشي هي هذيك. ماشي نخدموا كتجبرنا كنقولوا اجبرتيني اخي ماشي ندبر الطرف ديال الخبز، او لا الطرف الخبز ماشي ساهل. المهم بزاف ديال الدعاوي عندنا في المغرب مرتبطين بالخبز، وهذا الشيء كيدل بان الخبز عندنا في المغرب واحد الحاجه اللي هي مقدسه.